توقعاتي نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي. عايز أقولك إن توقعاتي هنا مش مبنية على الحياد، مش مبنية على الانتماء. بمعنى الحياد إن أنا مش هطلع زي أي حد وأقولك إن الزمالك ليه نسب كبيرة في الفوز على الأهلي. الزمالك نسبه في الفوز على الأهلي بالنسبة لي معدومة، وده لأسباب هقولها لك دلوقتي. كمان مش مبنية على الانتماء، مش معنى إن أنا بقولك إن الأهلي هيكسب بنتيجة كبيرة ده علشان أنا بتمنى ده علشان الاهلي فعلا فريق تقيل جدا على اي فريق دلوقتي سواء في مصر او في افريقيا. توقعاتي ان الاهلي هيكسب برباعية، اما 4-1 او 4-0، وممكن الاهلي يزود هدف ان شاء الله. وده لاسباب كتير جدا، اولها حالة الاهلي الفنية في التوقيت الحالي. تاني حاجة حالة الزمالك الفنية في التوقيت الحالي. الاهلي فريق كامل متكامل، الاهلي فريق تقيل جدا على الزمالك. الاهلي قوي جدا في نص الملعب، قوي جدا في الضغط العالي، قوي جدا في سرعة استخلاص الكرة، قوي جدا في خلق فرص والوصول لمرمى الخصم وتسجيل اهداف، عكس الزمالك اللي ضعيف جدا جدا دفاعيا، عنده اخطاء بالجملة، هش جدا في وسط الملعب، هش جدا في العمق. بتقدر تخترق دفاعاته من اي مكان، مفيش اي مشكلة ان انت تسجل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء او من داخل منطقة الجزاء. وزيد على كل ده ان الزمالك هجوميا فقير جدا. الزمالك لو قدرت ان انت توقف زيزو وتمنع زيزو ان يعمل العرضية من بداية اللعبة، هتمنع خطورة الزمالك بنسبة 95%. الزمالك ممكن يكون عنده شوية مناوشات من ناحية مصطفى شلبي، لكن ما بيعتمدش على مصطفى شلبي بشكل كبير جدا كاعتماده على زيزو. اذا الزمالك مش هيقدر ان شاء الله ان هو يوصل لمرمى الاهلي بشكل كبير، عكس الاهلي اللي مطالب، او الاهلي اللي بشخصيته وقوة الفريق في التوقيت الحالي بتقدر توصل لمرمى اي فريق بشكل كبير جدا. وده هيحصل مع الزمالك، علشان كده بقولها تاني وسجلها عليا، الاهلي ان شاء الله هيكسب الزمالك نتيجة واداء بنتيجة كبيرة 4-0 او 4-1. والزمالك هيكون اداؤه سيء جدا نتيجة حالة الزمالك الفنية اللي بيلعب بشكل عشوائي في التوقيت الحالي. ده توقعي لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي السوبر الافريقي. ان شاء الله هنكسب برباعية، وهنحتفل مع بعض بعد الفيديو ده او بعد المباراة. هنرجع كلنا للفيديو ده نشوفه ونشوف توقعي صحيح ولا ما كانش صحيح.